بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله عز وجل موضوعنا يعني كما عودناكم موضوع يتعلق بالسلامة والسرية، ويعني وجب التنبيه لبعض التحديثات التي حصلت وخصوصا في برنامج الواتساب. لن أتكلم عن موضوع الخاصية الجديدة وهي خاصية الستيت اللي هي الحالة. الموضوع هو موضوع يعني كي يتنبه الإخوة والأخوات وخصوصا الأخوات لموضوع خدمة في الواتساب طرحت مؤخرا. الكثير منا يعلم هذه الخدمة، لكن هذا الشرح لمن لا يعلم هذه الخدمة، فوجب التنبيه. الخدمة هي كالآتي: في تحديث الواتساب الجديد هناك خدمة السكان كود. هي خدمة وضعت لنقل المعلومات من الواتساب في الهاتف إلى الكمبيوتر، إلى شاشة الكمبيوتر، لكن البعض استغلها في طرق تجسسية، وهي طرق صلى الله عز وجل أن يعافينا منها. فوجب التنبيه لكيفية استخدام هذه الطريقة بطرق يعني تجسسية وطرق احتيالية لكي تنتهك الأعراض وما شابه ذلك. إخواني، الطريقة كالآتي: نذهب للمتصفح، وليكن الكروم أو اليوسي براوزر أو الإنترنت العادي. الإنترنت العادي اللي هو المتصفح اللي هو الإنترنت اللي بيجي مع التليفون. نكتب اللي هو الواتساب ويب دوت واتساب. هاي طلع عنا الموقع. راح يطلع لنا بهذا الشكل، لأنه نحن نستخدم نسخة الجوال. فنروح إلى مور ونروح request computer version، بالعربي اللي هو إصدار الكمبيوتر أو نسخة الكمبيوتر. راح يطلع لنا مباشرة هذا الكود، راح يطلع لنا هذا الكود. فلو اجينا نحن على تليفون آخر اللي هو تليفون الضحية، تمام، فتحنا الواتساب مباشرة، العملية ما تاخذ ثواني. نروح لواتساب ويب. اوكي، مثل ما بتشوفوا عملت انا سكان انتهينا من موبايل الضحية، قفلناه. هذا موبايل الضحية أمامي الآن. أستطيع أن أشاهد كل ما يرسل لموبايل الضحية، وأستطيع القراءة والكتابة وإرسال الصور. الآن سأقوم بإرسال رسالة. الآن أرسلت رسالة، انتبهوا، جاءت الرسالة مباشرة. هذه الرسالة جاءت الرسالة مباشرة. أستطيع فتح المحادثة والكلام بالنيابة عنه وسحب الصور. وهذه صورة عشان كمان نتأكد برضو. هاي صورة، أرسلت الآن صورة، شاهدوا هذه الصورة مباشرة يتم تحميلها على الجهتين. أوكي، الآن طبعا بقدر أنزل الصورة مباشرة تنحفظ عندي على الجهاز. الآن كيف أنا أشوف نفسي إذا أنا مراقب أو أنا جهازي مفتوح في جهاز آخر؟ الطريقة سهلة جدا، وهاي المغزى من كل الموضوع. الطريقة سهلة. أقوم بفتح هذا الخيار وأروح للواتساب ويب. راح أشوف عندي currently active اللي هو الكمبيوتر المتصل حاليا أو الجهاز المتصل حاليا بجوالي، مثل ما عم بتشوفوا كل المعلومات عنه. أقوم بالضغط على هذا الخيار log off from all computers، اللي هو الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر. بالضغط عليها log out. بالضغط عليها راح نشوف إنه هذا الجهاز، شاهد هذا الجهاز، شوف
الآن ما صار عندي، أنا خرجت من كمبيوتر الضحية، خرجني الضحية. لكن المشكلة إذا الضحية ما عرف بالموضوع، نفس القصة بتصير على أجهزة الكمبيوتر. ممكن بسهولة إنه أقدر أخترق شو اسمه، أو يكون عندي الواتساب تبع الضحية على الكمبيوتر مباشرة. أسأل الله عز وجل السلامة للجميع. يا ريت تشيروا هذا المقطع مع أقرانكم وأصحابكم، وخصوصا أخواتنا. أسأل الله عز وجل أن يستر على أعراضنا وأعراضكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وبارك الله.